The dam's full. Rain's pouring. What do? I meant to open 1-1 gate. Oops, my bad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ أنا أشرف إبراهيم وأهلا بيكم في حلقة جديدة معانا النهاردة. إن شاء الله هنتكلم في موضوع ساخن ومقلق شوية بس مهم جدا، وهو ليه غرقت محافظة المنوفية والبحيرة بالرغم من وجود السد العالي؟ يا نهار أسود! في الأيام اللي فاتت بنشوف صور وفيديوهات على السوشيال ميديا للناس في الدلتا بتقول النيل غرقنا وسد النهضة ده هيخلص علينا والسد العالي فين؟ تخيل لو بصيت حواليك في المنوفية أو البحيرة هتلاقي الشوارع غرقانة، البيوت الصغيرة مليانة مية، والفلاحين بيحاولوا ينقذوا الزرع بتاعهم. الموضوع ده مش هزار يا جماعة، ده بيأثر على ملايين الناس، وفي نفس الوقت هو درس كبير عن ازاي المياه دي بتتحرك في نهر النيل زي الدم اللي بيجري في عروقنا. النهاردة هنغوص معاكم في القصة دي وهنحاول نفهم ايه اللي حصل بالظبط وايه دور سد النهضة، وازاي السد العالي اللي بنفتكر انه حارسنا الأكبر سمح بكده. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال أو تعليق عن الفيضانات دي سيبه تحت في الكومنتات وهنرد عليك أول بأول. تمام؟ يلا خلينا ندخل في الموضوع. إيه اللي حصل في السودان الأول علشان نفهم السبب الجذري؟ قبل ما نوصل لمصر لازم نرجع خطوة لورا شوية، لأن القصة بدأت في السودان، وده اللي خلى الدنيا تتقلب رأساً على عقب. تخيل في أواخر سبتمبر 2025 إثيوبيا فتحت بوابات سد النهضة فجأة، زي ما يكونوا بيفتحوا باب السد على مصراعيه، وخرجت كميات مياه هائلة حوالي 750 مليون متر مكعب في اليوم الواحد. يا جماعة ده مش رقم صغير، ده أكتر من اللي نهر النيل بيستوعبه طبيعياً في اليوم، اللي هو حوالي 300 مليون متر مكعب. السبب؟ السد كان مليان على آخره، حوالي 60 مليار متر مكعب مياه مخزنة، ومع موسم الأمطار اللي جت في 2025 المياه تراكمت أكتر من سعة السد لحد ما بدأت تعدي من فوق السد نفسه. الإثيوبيين خافوا إن السد ينهار ففتحوا 4 بوابات مرة واحدة بدون حسابات دقيقة أو تنسيق مع السودان أو مصر. النتيجة في السودان كارثة. الفيضانات ضربت الخرطوم والمناطق الشمالية وغرقت أكثر من 1700 فدان زراعي، ودمرت طرق ومباني، وحتى سد الريس اللي هو سد صغير نسبياً بسعة 7 مليار متر مكعب كان معرض للانهيار. السيول وصلت ارتفاع 17 متر في بعض الأماكن، والناس اضطرت تستخدم قوارب صغيرة علشان تتنقل بين المدن. يا إلهي، تخيل من اللي عايش هناك فقد أرضه ومنزله في ثواني. والغريب إن الإثيوبيين كانوا قافلين التوربينات اللي المفروض تولد كهرباء، فالمياه فضلت متخزنة، وده خلى الضغط يزيد. المختصين المصريين والسودانيين طلبوا منهم يفتحوا بوابة واحدة بس علشان يفضوا المياه تدريجياً، بس إثيوبيا تعنتت زي ما بيقولوا علشان حفظ ماء الوجه قدام شعبهم. في النهاية اللي حصل خلى السيول تسري زي النار في الهشيم، ووصلت لمصر بعد حوالي 12 يوم لأن المسافة بين السدود كبيرة. إزاي وصلت المياه الزيادة دي لمصر؟ وإيه دور سد النهضة؟ دلوقتي خلينا نفهم إزاي نهر النيل بيشتغل علشان الموضوع يبقى واضح زي الشمس. نهر النيل مش خط واحد يا جماعة، ده زي شجرة كبيرة بفرعين رئيسيين. النيل الأبيض اللي جاي من بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا وبيغذي النهر بحوالي 15% من المياه، والنيل الأزرق اللي جاي من بحيرة تانا في أثيوبيا وبيغذي 85%. سد النهضة مبني على النيل الأزرق على الحدود الأثيوبية السودانية، وده اللي خلاه يأثر على كل اللي بعده. السد ده عملاق، أكبر سد في أفريقيا من حيث توليد الطاقة، بس المشكلة إنه مش بيدار زي ما ينبغي. في 2024 خزنوا مياه كتير، وفي 2025 مع الأمطار فضلوا قافلين البوابات لحد ما اضطروا يفتحوها فجأة. الكمية اللي خرجت حوالي 15 مليار متر مكعب وصلت لمصر في سبتمبر، وده كان هيغرق الدلتا كلها لو مفيش حارس زي السد العالي. بس يا جماعة، السد العالي مش بس حجز المياه،
ده عمل أكتر من كده. سعته التخزينية 162 مليار متر مكعب، يعني يقدر يستوعب 2.5 كمية سد النهضة كله. في الأيام دي منسوب السد ارتفع مترين كاملين، وده عمل 15 مليار متر مكعب إضافي، بس مفيش خطر على السد نفسه. المشكلة إن المياه دي محتاجينها للزراعة والشرب في مصر، فالمهندسين في وزارة الري قرروا يفضوا جزء منها تدريجياً علشان يحجزوا مساحة لأي كميات جديدة ممكن تيجي فجأة تاني من أثيوبيا. التصريف ده حصل عبر بوابات السد الطبيعية، مش عبر توشكا اللي بيصرف للصحراء الغربية، لأن منسوب بحيرة ناصر كان أقل من 180 متر اللي هو الحد الأدنى للتصريف ده. إيه هو السد العالي؟ وليه لم يحمي الدلتا كلها؟ السد العالي ده يا جماعة بناه الرئيس عبد الناصر في الستينيات، وكانت ثورة في إدارة المياه. تخيل قبل السد النيل كان بيفيض كل سنة، وده كان بيغرق الأراضي ويدمر المحاصيل، بس في نفس الوقت بيخصب التربة. السد غير كل ده، حجز المياه ومنع الفيضانات الكبيرة وولد كهرباء لمصر كلها. سعته الهائلة خلتنا ننام مطمئنين، لأنه بيقدر يتحمل فيضانات زي اللي حصلت في 2025. بس اللي حصل في المنوفية والبحيرة مش فيضان كبير زي زمان، ده فيضان ثانوي في مناطق معينة بسبب التصريف اللي عملوه علشان يفضوا المياه. لو السد فضل يحجز كل حاجة هيبقى مليان، ولو جت كمية جديدة ممكن تبقى كارثة. فالتصريف ده كان قرار هندسي سليم، بس للأسف أثر على الدلتا. السد حمى مصر من الغرق الكلي، لأن 15 مليار متر مكعب دول كانوا هيغرقوا المدن كلها لو مفيش السد. بس لما المياه صرت في النيل ارتفع المنسوب شوية، وده خلى المياه تفيض في المناطق المنخفضة. وزارة الري حذرت قبل كده بشهور، وأرسلت خطابات للمحافظين، وقالت للسكان في 15 محافظة إن في احتمال زيادة في أكتوبر. بس اللي حصل كان متوقع مش مفاجأة. إيه هي مناطق طرح النهر وإزاي خلت الغرق يحصل؟ دلوقتي الجزء الأهم، إيه هي مناطق طرح النهر دي اللي سمعتوا عنها كتير في الأخبار؟ قبل السد العالي النيل كان بيفيض بشكل طبيعي كل صيف، والمياه كانت بتغرق الجانبين وبتوسع مساحة النهر من شوية لأكتر. المناطق المنخفضة دي اللي بقت تتسمى طرح النهر هي جزء أصلي من مجرى النهر، مش أراضي بتطل على الضفاف. تخيلها زي الوديان اللي بتتوسع لما المياه تزيد. بعد السد المنسوب استقر، فالمناطق دي بقت جافة معظم السنة خاصة في الشتاء، وده خلى الفلاحين يستغلوها. طلبوا من وزارة الري يستأجروها للزراعة في الشتاء ويحصدوا قبل الصيف لما المياه ترجع تفيض شوية. بس مع الوقت الناس بدأت تبني عشش وبيوت صغيرة هناك، غير قانونيا طبعا، لأن المنطقة دي مش مناسبة للسكن لأنها هي جزء من النهر. في الصيف بيسيبوا البيوت ويروحوا مكان تاني مؤقتا، وبعد الجفاف يرجعوا. في 2025 لما المياه الزيادة من سد النهضة وصلت والتصريف حصل، المنسوب ارتفع والمياه فاضت على الجانبين وغرقت الزرع والبيوت في المناطق دي. مش غرق الدلتا كلها يا جماعة، ده غرق في أماكن محددة زي مراكز أشمون، منوف، السادات، والشهداء في المنوفية، وقرى في البحيرة. على السوشيال الناس بتكبر الموضوع، بس الحقيقة إن ده بيحصل كل سنتين تقريبا، زي في 2023 لما بعض البيوت انهارت. لو بصيت على جوجل إيرث هتلاقي صور تاريخية توريك إزاي المياه بتغرق المناطق دي كل صيف. ليه منوفية والبحيرة بالذات مش الصعيد أو القاهرة؟ سؤال كويس جدا يا جماعة. ليه الغرق حصل في الدلتا مش في أسوان أو الصعيد؟ الإجابة في الطبوغرافيا، يعني شكل الأرض. من أسوان لحد القاهرة الجانبين بتاعت النيل مرتفعة جدا. في أسوان مثلا المنسوب 30-60 متر فوق مياه النهر، وفي القاهرة حوالي 15 متر. مفيش أراضي طرحة هناك والفيضان صعب يحصل. بس لما ندخل الدلتا بعد القناطر الخيرية المنسوب بيقل والأراضي قريبة من المية.
المنوفية أول مدخل للدلتا وجزء كبير من فرع رشيد اللي بيصب في المتوسط فيها مع البحيرة. الاتنين دول أكتر محافظات فيهم أراضي طرح مستغلة زراعياً. المنوفية لوحدها أكتر من 1000 فدان داخل الزراعة والسكن. فرع رشيد كمان عنده شبكة ترعة واسعة بتخدم مساحات زراعية كبيرة، فالفيضان بيأثر أكتر هناك. الحكومة حذرت 15 محافظة، بس المنوفية والبحيرة خدوا النصيب الأكبر لأن عندهم أكتر مناطق سكنية غير قانونية هذا الطرح. ده مش معناه إن المحافظة كلها غرقت، لأ، بس المناطق دي اللي هي أساساً جزء من النهر غرقت شوية، وده أثر على أكتر من 1000 فدان والناس. إيه التأثيرات والتحديات اللي واجهت الحكومة؟ التأثيرات يا جماعة مش بس مادية، فيها جانب إنساني كبير. في المنوفية دمرت محاصيل شتوية وغرقت بيوت صغيرة، وناس اضطرت تنقل أغراضها بالقوارب. ومحافظة البحيرة نفس الشيء، لكن الضرر كان أقل شوية. أما التأثيرات الاقتصادية هي خسائر في الزراعة، وده بيأثر على الأسعار في السوق. بس الحمد لله مفيش ضحايا كتير، لأن التحذيرات كانت مبكرة والدفاع المدني عمل شغل كويس. التحديات: أول حاجة إدارة سد النهضة بدون تنسيق. إثيوبيا مش بتشاركنا في الإدارة، وده بيخلي التنبؤ صعب. تاني حاجة السكن غير القانوني في الطرح. الحكومة بتحاول تنظف المناطق دي من سنين، بس الناس محتاجة أماكن بديلة. تالت حاجة تغير المناخ. الأمطار زادت في 2025، وده خلى المياه أكتر. العلماء في وزارة الري بيحاولوا يطوروا نماذج للتنبؤ، بس محتاجين تعاون دولي. إيه اللي ممكن نعمله في المستقبل؟ ونصايح للحماية. لو سألت نفسك إيه الحل؟ المختصين بيقولوا إننا محتاجين اتفاق دولي قوي مع إثيوبيا يضمن إطلاق مياه تدريجي، خاصة في الجفاف. كمان تطوير السدود الصغيرة في الدلتا، وبرامج لإعادة توطين الناس من الطرح. نصايح لو عايز تحمي نفسك: لو عايش في الدلتا ما تبنيش في مناطق منخفضة، وتابع التحذيرات من الري. زرع محاصيل مقاومة للمياه، واستأجر أراضي آمنة. في الخلاصة، بنتمنى السلامة لأهلنا الموجودين هناك واللي اتضرروا بسبب زيادة منسوب مياه النيل. وإن غرق المنوفية والبحيرة مش بسبب فشل السد العالي، ده بسبب تصريف ذكي للمياه علشان نحمي البلد كلها من فيضان سنوي في مناطق الطرح بسبب سد النهضة. الموضوع ده بيذكرنا إن النيل هدية، بس محتاج إدارة. لحد دلوقتي، ولو عندك سؤال عن الفيضانات أو سد النهضة سيبه في الكومنتات، وإحنا هنحاول نجاوب في الحلقات الجاية. يلا خلينا نشوفكم في الحلقة الجاية، وما تنسوش سبسكرايب وتفعيل الجرس. سلام.